طيب امتى بستخدم الفار؟ تعالوا نشرح مثال بسيط وتفهم امتى اصلا بتستخدم الفار. لو انا مثلا عندي الارباح وعندي المبيعات وعايز اجيب نسبة الارباح من المبيعات، بعمل ايه؟ باجي اقوم جاي جايب ميجر sum اوف سيلز، وبعدين sum اوف بروفيت، واقوم عامل ميجر تالتة قاسم الاتنين دول على بعض. مظبوط، حلو قوي. فار بقى بتريحني من كل الكلام ده، لان المعادله اللي انا لسه قايلها من شويه عملت ميجر، ادي كده واحده للسيلز، واحده لاجمالي البروفيت، وواحده عشان اقسمهم هما الاتنين على بعض. فار ريحتني من القصه دي خالص. فار بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه شبه المتغيرات، او هي المتغيرات اللي بقدر من خلالها ان انا اعمل ميجر كامله. استخدم فيها var sum of sales، var استخدم فيها التوتال سيلز، وبعدين ممكن اعمل بقى var تالتة واستخدم فيها الفانكشنز دي، وبعدين اعمل لها ريتيرن او استدعيها بشكل معين، او ممكن اعمل الفانكشنز دي كلها بدون var في الريتيرن دايركت. فالفار ده المهمة بتاعتها او اهم جزئية فيها هي ان بتلخص عليا معادلات كتيرة جدا ممكن اعملها فرداني في ان انا اعملها في معادلة واحدة بس، فتوفر عليا البرفورمانس وتوفر عليا حاجات كتيرة قوي.